هلا ومية هلا، عساكم خير صحة وسلامة متابعيني. إن شاء الله الكل تكون بخير. اليوم رجعت وياكم بقنبلة كلش طيبة قديمة جدا، لكن اتطورت الأكلة وصارت بها تحديثات. أنا كنت أسويها بغير مقادير وبغير طرق وكانت تطلع نفس الطعم وكلش طيبة. خلينا ننتقل للمقادير نشوف شنو راح نسوي. عندي حلاوة البسكت السوفت، بسكت حليب سائل، علبة قشطة كاكاو وشوية فانيلا. راح اكتب لكم المقادير على الشاشة. اول مرحلة نبدي بيها خلينا نحط البسكت ونطحنه لحد ما يتنعم بهذا الشكل. تخلونها بهاي المحضرة او ايش عندكم مطحنة تقدرون لحد ما نحصل هاي النتيجة الحلوة، يكون باودر. نضيف علبة القشطة، واللي ما عنده علبة قشطة يقدر يضيف زبد. وهنا كوب الحليب السائل، واهم شي يكون الحليب لازم طعمه من نوع الفاخر. ملعقة شاي فانيلا نخلطها خلط كلش حلو لحد ما نحصل على نتائج حلوة. الشكر مو شرط تضيفونه إذا كان البسكت حلو، لكن أنا حسيت الحلا شوية مطلوب بعد، تقدرون تضيفون ملعقة سكر وحدة. هذا القوام اللي راح نحتاجه. وإن شاء الله ننتقل للمرحلة الثانية، راح نشيل نص الكمية ونخليها بالكاسة. هنا راح اضيفها بكيس مال حلواني او كيس مال كريم، وراح ننتظر بعدين اشوفكم شلون راح اشتغلها. ما راح اشتغلها بطريقه تقليديه وبالماعون، راح اشتغلها بطريقه حلوه وان شاء الله تعجبكم. ملعقه الكاكاو راح نضيفها على النص الثاني او الاقل من النص. اني ضفت لان احبه بالبسكت اكثر من الكاكاو، لكن الطعم والتغيير حلو. هنا أنا خلصت عندي الكمية مالت البسكت الكاكاو، وشوفوا طعمه فشي جنن. جربوها صدقوني ما راح تندمون. أكلة كلش طيبة وقديمة جدا على فكرة. هذه مو هسه، يعني أنا قبل سنين وهو يمكن قبل 20 سنة أنا اشتغلتها كلش طيبة، بس كنت أشتغلها بالزبد وبالدبس وبالشكر وفشي فاخر طعمها. هنا أنا بالكيس تقدرون حتى تحصلون على نتائج حلوة وشكل حلو، تقدرون بهذا الكيس راح تحصلون النتيجة الحلوة. تضيفون الطبقات طبعا تسوونها. هنا أنا كل الكمية تخلوها بهذا الشكل. أول ثلث تخلون بسكت الأبيض، وبعدين تكملون كل الكمية مثل ما تلاحظون. هسه نجيب البسكت اللونه جوزي أو السوفت، هذا اللي يعني حلا البسكت، وراح نكمل بنفس الطريقة كل الكاسات. طبعا اذا تلاحظون على صفحة اكو كاسة اني مكملتها حتى اشوف شكلها او اختار الكاسة اللي تعجبني. انتو كذلك اختاروا الكاسة الحلوة حتى يبين شكلها جانبي. اهم شي الشكل، لان العين تاكل قبل كل شي. تستمرون بهذا الشكل مثل ما تلاحظون، وبعدين تبدون انتو وفنكم وابداعاتكم، تسوون نقاط، تسوون اي شيء، تسوون قلوب الحب، اي شيء. انا حاولت اسوي خطوط بنفس العجينه مالت البسكت الجوزي، وهذه تقريبا نهاية وصفتنا. وهنا حبيت أطلع قطعتين، طبعا أكو ناس عزيزين عليه راح أطلع لهم قطعتين بلاستيك القلاص السفري بهذا الشكل، وطبعا بالقلاص البلاستيك السفري يطلع يجنن. وهنا تقدرون تشتغلون وتبيعون وتستفادون من هذه الوصفة كلش حلوة، تحسبون حسابكم وتقدرون تبيعون من عندها. فهنا كلش القلاص راح يرتب هذه الوصفة جدا، يعني ايش قد ما تتخيلون تترتب، وما تحتاج انه تخلون كمية كبيرة للشخص الواحد، كلش قليلة، لان هي من نوع شبه دسمة وطيبة جدا. وهي صراحة ما ينمل من عندها، بس ينشبع من عندها بسرعة لان دسمة كلش طيبة. ان شاء الله يا ربي قدرت اوصل لكم الفكرة، وشوفوا النتائج كلش حلوة. تقدرون تخلوها بالبراد اقل الساعة وتحصلون على نتيجة تجنن، بس احنا ما انتظرنا كنا وحدة قبل ما نحطها بالبراد. تحياتي لكم حبايب قلبي من كل قلبي، وإن شاء الله أرجع وياكم بفيديو جديد ووصفة جديدة من قناة هيل وقرنفل. عزيزي المشترك يا ريت اللايك لا تنسى، وإذا أول مرة أنت تلاحظ وتشوف هذه الفيديوهات وتشاهدها، أتمنى ما تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركتها ويا الأهل والأصدقاء. وإن شاء الله أقدر أفيدكم بأكثر من فيديو. تحياتي لكم ومع ألف سلامة إن شاء الله.